محطات في حياة فاطمة الربيعي. تزوجت من مخرج شهير وشقيقتها فنانة أيضا، وأهم عملها. ولدت فاطمة الربيعي عام 1950 بمدينة الكوت بمحافظة واسط بالعراق، وانتقلت مع أسرتها إلى بغداد عام 1956. واسمها بالكامل فاطمة جاسم محمد الربيعي. كان والدها يعمل بالتجارة. شقيقتها هي فنانة أيضا، وهي الفنانة زهرة الربيعي. اكتشف موهبتها الفنان العراقي الكبير بدري حسون فريد. وكان أول عمل مسرحي لفاطمة الربيعي هو مسرحية أشجار الطاعون عام 1967. أما أهم وأشهر عمل فني لها هو مسلسل النسر وعيون المدينة عام 1980، الذي قدمت فيه دور امرأة مكافحة هي أم عطية. تزوجت فاطمة الربيعي عام 1974 من المخرج محمد شكري جميل، بعد قصة حب وإعجاب شديد بينهما، ومستمر زواجهما حتى الآن لحوالي نصف قرن في تفاهم وحب واستقرار. ولديها 4 أبناء، 3 أولاد هم علاء ووليد ونسيم، وبنت هي طيبة. لقبت فاطمة الربيعي بعدة ألقاب، منها سيدة المسرح العراقي وأم العراقيين، وقد فازت بالكثير من الجوائز، أهمها فوزها في مهرجان لندن السينمائي عام 2011 بجائزة أفضل ممثلة. يبلغ عمر فاطمة الربيعي عام 2024 74 عاما.